إحباط محاولة تهريب أزيد من 28 كلغ من الشيرة بميناء بني أنصار. أحبطت مصالح الجمارك والأمن الوطني يوم أمس الثلاثاء. عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرة بميناء بني أنصار كانت موجهة نحو الضفة الإسبانية، وتحديدا إلى ميناء ألميريا، في عملية نوعية تعكس درجة اليقظة الأمنية والاحترافية في التصدي لشبكات التهريب الدولي. وتعود تفاصيل العملية إلى اشتباه عناصر الأمن في سلوك إحدى السيارات القادمة من داخل التراب الوطني ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق بواسطة جهاز السكانير. عملية الفحص أظهرت وجود تجاويف مشبوهة داخل هيكل. سيارة من نوع Audi A7 تحمل لوحة ترقيم أجنبية. التحقيق الميداني أسفر عن اكتشاف مخبأ سري محكم الإغلاق تم إعداده خصيصا لإخفاء الممنوعات بطريقة احترافية، حيث تم حجز 28 كيلوغراما من مخدر الشيرة، وقد جرى توقيف سائق السيارة وتسليمه للشرطة القضائية المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم فتح تحقيق معمق لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والجمارك بميناء بني أنصار من أجل الحد من تهريب المخدرات نحو أوروبا، وإحباط محاولات اختراق المعابر الحدودية من طرف شبكات إجرامية عابرة للحدود. لمزيد من الأخبار والتقارير الأمنية تابعوا قناة RM Today.